عايز اقول لكل اخت مسلمه قاعده قدامي، وانا عارف ان دايما اي اخت مسلمه بتبقى العاطفه بتغلب عليها، وعاطفه المراه لما بتتوجه صح بتبقى حاجه راقيه جدا وجميله جدا، ولما بتتوجه غلط يبقى يعني ربنا يعافينا. عشان كده احنا بنوجه عاطفه المراه انها تتوجه للخير وفي طاعه ربنا ومرضات زوجها، لان مرضات زوجها طاعه ربنا سبحانه وتعالى، لان مين اللي امرك تطيع زوجك؟ هو الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تطيع زوجك انت في الاصل بكده بتطيع ربنا وبتطيع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. عايز اقول حاجه صغيره لكل اخت قاعده قدامي، ودي حاجه بيني وبينك. كل راجل على وجه الارض مهما كان انسان متجبر او شرس او طيب او بسيط، هو في النهايه طفل كبير، بكلمه صغيره تقدر ترضيه وبكلمه صغيره تقدر تزعليه. والمرأة الذكية هي اللي تعرف تاخد كل اللي هي عايزاه من زوجها بذوق وإحساس وأدب ولطف ولين ورحمة ومودة وحب. دي المرأة الذكية، المرأة اللي تعرف تتعامل مع الزوج وهي بتعتبر ان الزوج دوت فعلا طفل كبير محتاج حنية ومحتاج رحمة ومحتاج حنان. ولذلك في بداية حديثي عن حسن المعاشرة عايز أحذر كل أخت مسلمة قاعدة قدامي دلوقتي، من باب ان انا عايز اقول ان خايف على بيت كل مسلمة، ونفس ربنا يكرمك ويبقى بيتك ده اسعد بيت. يا رب يسعد قلوبكم ويملى بيوتكم بالسعادة، قولوا امين. عايز احذرك من 4 حاجات في عجالة سريعة، لان اكبر مشاكل شفتها في حياتي ما بين الازواج كانت بسبب ال4 حاجات ديت، ودي من خبرة دعوة 18 سنة اتعرض عليا فيها آلاف بل ملايين المشاكل، ولقيت ان ملخص المشاكل ديت بتندرج تحت 4 حاجات. رقم 1، وقلت ده رقم 1 لأن أكبر نسبة طلاق شفتها في عمري كله مع النساء اللي اشتكوا والرجالة اللي اشتكوا كانت بسبب علو صوت المرأة. الصوت العالي أكتر حاجة يكرهها الرجل في المرأة، الصوت العالي، إن يبقى صوتها عالي قوي تقدري تاخدي اللي انت عايزاه، مش من خلال إثبات شخصيتك وكرامتك ومكانتك وبرستيجك والكلام اللي طالعين يقولوه في الإعلام. الكلام ده كله غلط بجد، وهثبت لك إنه غلط. بالعكس، بالصوت الهادي، الكلمة الحلوة وخفض الجناح ولين الجانب والبسمة الحانية والرقة والمودة والحب والرحمة والسحر الحلال، بالكلمة المعسولة تقدر تاخدي اللي انت عايزاه وأكتر، وهثبت لك دلوقتي. فالصوت العالي بيكون سبب لدمار بيوت كتيرة جدا. يقول لي كل ما اتكلم معاها صوتها يعلى عليا، اقول لها وطي صوتك، الجيران، تقول له ما يهمنيش الجيران. فيترتب على كده ان الشيطان ينفخ في هذا الرجل وينفخ هنا وينفخ هنا، ويوصل الامر في النهايه للطلاق. وكان المشكله في ايه؟ سبب صوت عالي. وطي صوتك، حاضر هوطي صوتي. يعني هل ما تقدرش تقنعيه او تناقشيه في اي مساله الا من خلال الصوت العالي؟ لا، اصل انت مش واخد بالك، ما انا لو ما كنتش اعلي صوتي مش هيعمل لي حساب. بالعكس، لما هتوطي صوتك هيعمل لك 1000 حساب. ده لو راجل بيقدر. طب افترض انه ما بيقدرش، مش مشكله، انت بتعملي العمل واحنا اتفقنا بتعمليه لله مش لحد. لو قدر او ما قدرش انت في النهايه انت الكسبانه، لكن في النهايه انت بتعملي اللي يليق باخلاقك انت. طب افترض ان هو كان انسان سامحين يعني طويل اللسان، بذيء، بيعلي صوته، بيقول كلمات نابيه، هل ده معناه ان انت هتبادليه الكلام ده؟ طبعا لا، هتعامليه باخلاقك انت مش باخلاقه هو. يبقى اول حاجه عدم علو الصوت. رقم 2، اوعي تعامليه معامله الند. وعايز اقول لك جمله، لو طلعت من حلقه النهارده بالجمله دي بس اخت الفاضله ورب الكعبه كفايه عليكي. يعني عايز اقول لك الجمله ديت والم العده، مش يعني عايز اقول لك الجمله دي كفايه. قوتك في ضعفك، قوتك بتكمن في ضعفك. المرأة لازم تبقى مرأة، لازم تبقى امرأة بجد. ما ينفعش يبقوا 2 رجاله عايشين مع بعض، اخواتنا ربنا يبارك فيكم. ما ينفعش يبقى راجل وزوجه، يعني ما ينفعش يبقى هي واخده شخصيه الرجل وهو شخصيه راجل، فالاثنين هيصطدموا مع بعض، هيخبطوا في بعض، وهتنتهي كل مشكله بطلاق، ويتخرب البيت بسبب المشكله ديت. انت قوتك ربنا جعل قوه المراه في ضعفها، بس للمراه اللي تفهم ان قوتها فعلا في ضعفها مش في قوتها. ازاي قوتي في ضعفي؟ هديكي مثال بسيط جدا. واحده عايزه من زوجها انه هو راجع من الشغل يشتري لها عفوا يعني فراخ وفاكهه وحلويات فدي زوجه ودي زوجه. فواحده منهم استعملت الموضوع بقوه، قالت له لو سمحت وانت راجع من الشغل اوعى تنسى تجيب لي فرختين
وكيلو بسبوسه و2 كيلو تفاح، ولو ما جبتهمش ما تعتبش البيت. فقال لها طيب مش هجيبهم ومش عايز اعتب البيت. واتخرب البيت بسبب ايه؟ ان هي استعملت القوه في موطن او في موضع ما ينفعش تتعامل فيه بالمنطق ده. والتانيه قالت نفس الكلام وهو خارج. حبيب قلبي ربنا ما يحرمناش منك ومن دخلتك علينا، ربنا يبارك لنا في عمرك. بالله عليك حبيبي وانت جاي لو قدرت، وانا مش عايز اشق عليك يا حبيبي، تجيب لنا فرختين، لا مش فرختين، 4 فرخات، وجيب لنا 2 كيلو بسبوسه و4 كيلو تفاح. يقول لها من عيني دي قبل عيني دي يا حبيبه قلبي. وممكن الراجل يرجع من شغله ويوصل لباب الشقه وينسى يجيب الحاجات دي، يقول لي يا خراب يا خبر ابيض مش ممكن، يعني عفوا يعني يا خبر ابيض مش ممكن، حبيبه قلبي طلبت الحاجه المعينه دي وانا ما جبتهاش، مش ممكن لازم انزل تاني والله. ويروح نازل ويجيب لها. هي طلبت كام فرخه؟ 4، خليهم 8. طلبت 2 كيلو بسبوسه، خليها 2 كيلو بسبوسه و2 كيلو جلاش وتورتايه. حبيبه قلبي هي وعيالي ربنا يبارك فيهم، واخد بالك. وطلبت ايه تاني؟ كذا 2 كيلو تفاح، لا اجيب لها كرتون التفاح. قوتك في ضعفك. تقدري تاخدي عينين زوجك بالادب وبالرحمه وباللين. واكيد في نساء كتير قاعدين قدامي بيقولوا لك حق والله فعلا، انا لما جربت الموضوع ده فعلا خدت اللي انا عايزاه، ولما اتقويت عليه ولا استقويت عليه ما خدتش حاجه وكان البيت هيتخرب. قوتك في ضعفك. قيسي بقى المثال ده على كل حياتك، والله الذي لا اله غيره. اخت الفاضله ورب الكعبه تقدري تاخدي عيون زوجك ولكن بكل رحمه وادب ولين بفضل الله. الحاجه الثالثه، اوعي تتكبري عليه. اوعى في يوم من الايام تعامليه معامله مش الند بقى، لا انت مش عارف انا مين وانت مين. هو انت كنت طول تتجوز واحده زيي؟ انت كنت تحلم اصلا ان انت يكون في بيتك واحده بالجمال والرشاقه والحلاوه دي كلها؟ اوعى تتعاملي معاه المعامله ديت، لان في الوقت ده لو كنت اجمل الجميلات ولو كنت احسن واحده في الدنيا هيزهد فيكي وهيحس ان انت بتتعالي عليه. ومفيش حد في الدنيا بيحب حد يجرح كرامته. رقم 4، اوعى ترد عليه بكلام جارح. طب افترض ان هو شتمني وقال لي كلام جارح، قوله الله يسامحك. طب ما هو كده يعني هيبقى شخصيته بقى اقوى مني بقى وهيفهم ان انا هفيه يعني زي ما بيقولوا يعني وماليش شخصيه. عمر ما كانت الشخصيه بالرد بالكلام الجارح ولا بالشتايم ولا بالالفاظ النابيه، انما قوه شخصيتك في ان انت لو قال لك كلام زي ده اولا اوعى تجبريه اصلا انه يقول لك الكلام ده. هو يقول لك الكلام ده ليه؟ ما انت نرفزتيه. ومش معنى كده ان انا بأبيح للزوج انه يقول الكلام ده، لا، ده انا بقول انت اصلا ممكن تكوني نرفزتيه، اثرتيه في نقطه معينه خليتيه يقول الكلام دوت. انما لما تكون من الاول اول ما تلاقيه متضايق مخنوق من حاجه معينه حاول تهديه. طب هو مش هيهدى دلوقتي، خلاص سيبيه، ابعدي عنه دلوقتي لحد ما يهدى وارجعي طبطبي عليه، عامليه معامله طيبه. 90% من حالات الطلاق اللي شفتها في حياتي يا جماعه بصدق والله كانت بسبب الاربع حاجات دولت: علو الصوت، معامله الند بالند، الاستكبار على الزوج، الرد عليه بكلام جارح. عشان كده بحذر اختي من الاربع حاجات دولت، وبالله عليكي ابعدي عن الاربعه دولت عشان ربنا يحفظ عليكي بيتك.